هو انت طيبه كده ليه؟ كتاب لا تكن لطيفا اكتر من اللازم لديوك روبنسون قال لنا ان في شويه غلطات بنعملها علشان احنا يا عيني طيبين زياده عن اللزوم. هقولها لكم في الفيديو ده والفيديو الجاي. الخطأ الاول محاولتك انك تكوني انسانه كامله. كتير مننا بيحاولوا يبقوا مثاليين وكاملين ولطاف زياده عن اللزوم مع الناس عشان الناس تقول ايه ده هو ازاي لطيف قوي كده، وده بيخلينا نقوم بمجهود ذهني وبدني واحيانا مادي ملوش اي لازمه. الموضوع مش مستاهل كل ده. الخطأ التاني بتعملي حاجات اكتر من طاقتك. الناس اللطيفة الطيبة مش بتعرف تقول لا لو حد طلب منها اي حاجة، علشان ما يصحش حد يبقى عايزني في حاجة وانا اقول له لا ما ينفعش. وده حلو طبعا انك تساعدي الناس، بس كل حاجة ولها حدود، يعني مش على حساب طاقتك وصحتك واولوياتك. فقولي لا عادي لو ما تقدريش، مش عيب والله. الخطأ الثالث انك ما تقوليش اللي انت عايزة تقوليه. ما تكتميش حاجة جواكي المفروض انت تقوليها وما تقوليهاش لمجرد ان انت خايفة على مشاعر الناس اللي قدامك، او خايفة ان انت تبقي قليلة الذوق او صريحة، والنتيجة ان انت اللي هتزعلي. قولي اللي جواكي وما تخافيش. الخطأ الرابع كبت الغضب. طبعا حلو قوي ان انت تتحكمي في مشاعرك وتصبري على الاذى وما ترديهوش وما تتعصبيش، كل ده جميل، ولكن كبت مشاعر الغضب او السكوت اثناء التعرض للاذى هيخلي اللي قدامك ما يبطلش يأذيكي او يخليكي تتعصب، بالعكس هيتمادى فيها. فعبري عن مشاعرك واجبري اللي قدامك انه يحترمها. في اخطاء تانية الكاتب قال لنا عليها علشان ما تبقيش طيبة وهبلة لا مؤاخذة، هقولها لكم الفيديو الجاي. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.